أرقام قياسية تنتظر ريال مدريد في السوبر الأوروبي. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. يتنافس ريال مدريد الإسباني وأتلانتا الإيطالي سهرة الأربعاء المقبل 14 أغسطس على حمل كأس السوبر الأوروبي للعام الجاري 2024، وذلك عندما يلتقي الفريقان في الملعب الوطني بالعاصمة البولندية وارسو أمام نحو 48 ألف مشجع. يدخل ريال مدريد المباراة بطلا لدوري أبطال أوروبا، أما أتلانتا فهو حامل لقب كأس الدوري الأوروبي. هذا وقد انطلق السوبر الأوروبي منذ عام 1973، وحصد أياكس أول نسخة على حساب ميلان بنتيجة 6-1 بمجموع الذهاب والإياب. وبداية من نسخة 1998 قرر اليويفا تنظيم الكأس من مباراة واحدة، وفاز بها آنذاك تشيلسي ضد ريال مدريد بهدف نظيف. أرقام قياسية تنتظر ريال مدريد في السوبر الأوروبي حال نجاحه في الفوز على أتلانتا، حيث سيفض الشراكة مع ميلان وبرشلونة، ويصبح أنجح ناد بتاريخ المسابقة، حيث سيتصدر لائحة شرف الأندية الفائزة بالكأس بواقع 6 مرات، تاركا ميلان وبرشلونة خلفه ب5 كؤوس لكل منهما. بمجرد خوض ريال مدريد للمباراة، سيصبح أكثر ناد ظهر في مباريات كأس السوبر الأوروبي بواقع 9 مباريات. في حال الفوز، سيصبح الفريق الملكي الأكثر فوزا بالكأس خلال العقد الأخير بين 2014 و2024، حيث سيضيف الكأس الخامسة إلى خزائنه من أصل 10 من البطولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة. مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ينتظره رقم قياسي في حال الفوز، حيث سيصبح أكثر مدرب عبر التاريخ حصدا للكأس بواقع 5 مرات، متخطيا بذلك الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي يملك في جعبته 4 كؤوس. هذا ومن المقرر أن يقام اللقاء يوم الأربعاء المقبل 14 من أغسطس 2024 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق وقطر والكويت، 9 مساء بتوقيت فلسطين والسودان، 8 مساء بتوقيت بلاد المغرب العربي، 11 مساء بتوقيت الإمارات. وسيتم نقل اللقاء على مجموعة قنوات بين سبورتس، الناقل والمالك الحصري لكافة المباريات الأوروبية في مصر والشرق الأوسط، وذلك بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي. وفي الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب.